اكيد جايه لي مصيبه دلوقتي. عمرها كسلانه. ايه يا اختي؟ في مالك؟ عامله ايه يا امي؟ عامله ايه؟ انا اللي عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ حد اتصل بيكي؟ لا. في ايه؟ عملتي ايه مصايبك الجديده؟ ما حدش كلمك خالص؟ لا ولا حد كلمني ولا حد قال لي حاجه. ايه عامله حاجه من عمايلك دي ولا ايه؟ ما عملتش حاجه يا ماما المره دي، النهارده المره دي بامانه انا ما عملتش حاجه. طب ايه احكي لي؟ طب امال مالك جايه كده غضبانه؟ في ايه يا بنتي؟ جوزك كرشك؟ كرشك؟ شتمك ولا مد ايده عليكي؟ لا والله لو مد ايده عليكي لو كنت هروح افرغ الدنيا عليك. لا، هو قال لي بكل بلاده كده على امك. قال لي مش هتكلم ولا نص كلمه، اللي هقوله لك بس عشان انا راجل محترم على امك. فهمت ازاي؟ محترم. طب ما وماله اخويا مع امي. طب ايه اللي وصلك؟ ما تقولي يا بنتي ايه اللي وصلك للمرحله ديت ان هو يقول لك روحي لامك؟ صلي على النبي. ماما اللهم صل عليك يا ناس. صحيت من النوم اه زي ما بعمل وبراعي ربنا في حماتي، ايوه نزلت لها عامله ايه يا ماما؟ قالت لي الحمد لله يا ماما. فطرت يا ماما؟ يا ماما. احتاج اعمل لك حاجه؟ قالت لي اعملي لي كوبايه ينسون. قلت لها ماشي. عملت لها كوبايه اليانسون. قالت لي خدي يا مروه قوميني يا بنتي وقعديني في البلكونه وافردي لي رجليا عشان الشمس، عشان فيتامين د. حلوه قوي. واعيه قوي حماتي دي. طبعا بحب الفيتامين د ايه من الشمس. طبعا. وانتوا بقى بيت انا عارفه البلكونه بتاعتها. انت عارفه بقى يا ماما ان بلكونتها كبيره والشمس فيها يا ماما ايه؟ ملعلقه. دي زي الميدور كده. المهم شلت الوليه وقومتها مع انها تقيله، بس شلتها ورحت فردلها كوفرته. جبت لها مخده ورا ظهرها وقعدتها وفردت لها رجليها وقلعتها الشراب. قلت لها عشان حتى صوابع رجليك طول الشمس يا طنط. انا اللي عايزه القعده دي. يا ماما. المهم ربنا يكفيكي شر القعده دي. المهم ليه؟ ايه؟ ما هحكي لك اللي حصل. المهم انت عارفاها قرشانه وتخاف من الدبان والناموس. قعدتها وحطيت لها كوبايه اليانسون جنبها وقالت لي بقول لك ايه يا مروه، اقفلي عليا الشيش البلكونه عشان الدبان ما يدخلش. قلت لها ماشي يا ماما. ايه في طبقين عندك هخلصهم لك وايه وحاجه شقر عليكي وكده. قالت لي طب انت وراكي حاجه؟ قلت لها ورايا تمرين الولد. تجيبي الولد من التمرين. قالت لي ماشي. المهم ماما ايه قفلت عليها الباب من البلكونه ودخلت غسلت لها المواعين ولقيت المطرح الغدا رحت جيت حطيته لها في الثلاجه عشان ما يبصش. هوب جات لي مكالمه من اسمها دي. جات لي مكالمه من ملاذ. قعدت اتكلم انا وملاذ في التليفون الحكايه والروايه وحكينا شويه. المهم اخدت بعضي وانا بتكلم في التليفون افتكرت معلم التمرين بتاعك؟ افتكرت. رحت نزلت وقفلت باب الشقه ونزلت. والولايه في البلكونه؟ والوليه في البلكونه مقفول طب عليها وماله؟ ايه يعني ما تطلع من البلكونه في ايه؟ لا قفلت عليها. ما كنت هي قايله لي اقفلي بالشيش. وانت قفلت عليها بالاوكرا؟ يا مروه ونسيتها. يا لهوي. نسيت ان هي في البلكونه. وايه اللي حصل؟ ولا حاجه يما. طبعا رحت وديت التمرين وقعدت مع اولياء الامور وكلمه تجيبنا وكلمه تودينا، وانت عارفه التمرين ساعتين وخلصت التمرين من هنا. افتكرت ان انت كنت طالبه مني حاجات من المنشيه يوم ما قلتي لي روحي زنقه الستات يا مروه وهاتي لي الزراير بتاعت البتاع لابويا. ورحت المنشيه قعدت لي في المنشيه لف ودن وهن ومن ولا ساعتين تانيين ادي 4 ساعات. والوليه طبعا شافعه مريضه سكر وتدخل الحمام كل نص ساعه. وطبعا كانت شاربه ينسون وانت عارفه اليانسون بيعمل العمايل وبيسوي الهوايل. والسته راحت من كتر ما عايزه تعمل بتبيع على نفسها وما لحقتش نفسها، راحت عاملاها ولا مرتين 3 على نفسها. ولا في تليفون تتصل بحد تقول غتني. يا لهوي يا مصيبتي. طب كانت زعقت على الناس من البلكونه ولا تعمل حاجه؟ ما عملتش حاجه من كسفتها. امال ايه اللي حصل؟ ابنها يا اخي ما لقانيش، افتكرني فوق، طلع يخبط فتح بالمفتاح
ينادي عليا ما لقانيش، وينادي على امه، طبعا عارف ان امه ولا بتتحرك يمين ولا شمال. الحمد لله جه في باله يفتح البلكونه، لا امه عماله تترعش من تحت وغرقانه ميه يا مصيبتي وبتعيط. يا مصيبتي. وراحت امه حكت له، قام غير لامه وشطف امه وحممه ودخلها قعدها وغطاها، وامه صعبت عليه وحلف باليمين طلاق لان هتبقى وقعتي سودا. امه هدته، قالت له ناسك طبعا انا جايه بكل شنكحه ومنكحه والضحكه من ود للود، الاقي لك ده ضارب لي البوس وحالف ومقسم ما بات فيها. طب في ايه؟ طب انت مالك؟ انا عملت لك حاجه؟ هو في ايه وانت بتتلككي؟ راح قال لي امي تتحبس 3-4 ساعات. وسمعت كلمه امي تتحبس وافتكرت ان امه كانت في البلكونه. ما بيني وما بينك ما قاوحتوش، قلت له ستوب، شنطتي فين؟ كنت حاطاها على، قلت له ابنك عندك، رحت اخدت بعضي ومشيت. وجل بلاش. هي دي مرة. نعمل ايه يا بنتي دلوقتي؟ هو انا ليا عين اتكلم معاهم والولية عاملة ايه؟ وانا فيا عين اطلع لح. هيدا تلاقيها هتبعت تجيب بنتها بقى وهتبقى شغلانة دلوقتي. ام السنين بقى تجيب لا بنتها بس أم مالهم السنين. هتهدى لما يعرفوا ان ابنهم كرشني. لا بس برضه يا مرة، برضه وانت ايه اللي خلت لك يا بنتي تلفي في المنشية وتلفي هنا خلاص وهنا؟ بقى ماما الصداع مسكني. ورحت فين تاني بالأمانة؟ ايه؟ بالأمانة رحت كانت ايس كريم ما عنديش كرش عزه. يخرب بيت عقلي. بقول لك ايه؟ رحتي بحري؟ ايوه بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تقومي تلبسي واوديك اكلك ايس كريم. خرب بيت سنينك، انت في ايه ولا في ايه؟ ما انا هستغل الزعلانه. هو انت جالك المصيبه ولا من جيلاتي عزه؟ وانا هفضل قاعده زعلانه علشان خاطر حماقي، عشان خاطر كرشوني من البيت. انا هستغل بقى فتره الزعل دي واعمل كل اللي نفسي فيه. ده كان خانقني وبيغير عليا وفي الراحه وفي الجايه، رايحه فين وجايه منين. ده بدل ما تقولي لي يا امي البسي وصلحي الموقف مع حماتي ومع جوزي، يا اختي تقولي لي قومي البسي ناكل جيلاتي. كده كده هيتصلح، هيروح فين؟ ما مرزق وهو مرزوع هو وعياله. يلا يلا يلا. يا خرابي. بقول لك ايه؟ قومي البسي. على قلبها مراوح يا ربي. والله فعلا انا دلوقتي بقيت محتاجه الايس كريم يبرد ناري اللي انا فيها منك دي. بقول لك ايه؟ تعالي نتأنججي ونروح كده كده يا خشيه. بيته قاعد وامه قاعده. يا بنت طب اتصل بيهم بالتليفون وهدي الموضوع لا انت واخدك ولا اروح. تهدي ولا تعملي. هتتصلي بيهم دلوقتي هيشيطوا فيكي. استني يهدوا واكون انا هديت. يا رب. انا كمان هديت ونفسيتي ارتاحت. هديتي؟ هو مين اللي يهدى؟ طب اصبري وهم يهدوا باللي انت عملتيه فيهم. ده الولية عملت على نفسها اكتر من ميه ورحت لقيتها بتترعش. لا انا ما رحتش ولا تعب ابنها اللي روح. مش رحت شفتي الموال اللي هم لا فيه ما ده؟ هو موال دوت ابنها عمله. انا ما قدرتش اطلع اشوف الولايه، صعبت عليا. هو من على السلم قال لك تمشي؟ ايوه بقول لك ما دخلنيش. لا ده شال حتى منك جايه لك جامد ولا قوي. ايه؟ ده شال منك جامد قوي. هو الصراحه ليه حق. لو ما شالش ما كنتش هحترمه. هو ايه العمل اللي انت عملتيه ده؟ خلاص بقى ماما ما تحزنيش على حالي. يا اختي بعد ما الولية قعدت في الشمس ومدت رجليها تتبهدل البهدله السوداء دي. ما بيتمرش فيهم اي حاجه. ده انا شايله امه. يا رب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي يلا نروح ناكل جيلاتي. يلا يلعن ابوها اللي ما جابت ولد. يلا بقول لك ايه؟ قومي البسي يلا. لا هروح اغير. بقول لك طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عامله جوه فراخ مشويه. بقول لك ايه؟ نضرب فراخ مشويه الاول بعدين نروح نطري بقى لا بقول لك الجيلاتي. ايه بقى؟ انا هقول لك على حاجه اجمل. ناخد الفراخ المشويه ونطلع على البحر في بحري، ناكله على الرمله ونخلص قعدتنا نطلع على جدتي الصعيدي ولا جدتي عزه ولا اي حاجه من دول. بقول لك ايه؟ الحق في التليفون عشان لو اتصلوا بيا. بالظبط كده. كانك برضو زعلانه عليا انك كرشت. لا. هو انا يعني كنت قاصده الموضوع ده غصب عني. جل من لا يسهل. يلا ده القلم بيغلط. يلا هتعملي